تقدر تقول لي ايه الفرق بين واحد بيعمل فلوس وواحد الفلوس هي اللي بتعمله؟ الفرق ان في واحد بيصرف على منظره قدام الناس وواحد بيصرف على اللي جوه دماغه. بصراحة كده احنا جيل بيستخسر في نفسه التعليم، نبقى مستعدين عادي ندفع 5000 جنيه في خروجه او في طقم مثلا عشان البرستيج والنزاهة، بس لو حد قال لنا في كورس ب 500 جنيه هيعلمك حاجة تجيب لك الوفات هنستغلها، هنحس ان لا مش هدفع 500 جنيه في ده. والحقيقة هنا بقى انك مش بتوفر فلوس، انت هنا بتأخر نفسك. انا فهمت ان اغلى استثمار في الكون ده كله مش الذهب ولا العقارات، اغلى استثمار هو انت. الفلوس ممكن تخسرها في اي وقت تحت اي ظرف، الهدوم كده كده هتدوب، الموبايل حتى لو معاك 17 برو ماكس انت هيجيله وقت والموبايل ده مش هيبقى ليه قيمه. فانا فهمت ان المهاره او الصنعه او الحاجه اللي انا اتعلمتها دي الحاجه الوحيده اللي عمرها ما هتضيع ولا عمرها هتخلص، واقدر اجيب بيها فلوس في اي وقت تحت اي ظرف. ايه المشكله لما ادفع فلوس واتعلم مونتاج مثلا وبعد كده اقدر اشتغل بالمونتاج؟ ولازم تبقى فاهم ان العالم في 2026 مش بيحترم غير الشاطر، الشخص اللي بيعرف يعمل حاجه يجيب بيها فلوس. ولو بدات تاخد كورس فعلا في حاجه انت حاببها ونفسك تتعلمها هتلاقي نفسك اتغيرت، وهتلاقي معامله الناس ليك اتغيرت. بدل ما تصرف عشان تبان ناجح اصرف عشان تبقى ناجح فعلا. ولو تقدر تقولي في الكومنتات ايه اخر مبلغ صرفته وكان على ايه؟